إذا إلى هنا، إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمملكة العربية السعودية، وصل الفوج السادس من حجاجنا الميامين. هذا الفوج الذي ضم البعثة الرسمية برئاسة وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، وكذلك ضم عدد من أعضاء البعثة الرسمية، هذا بالإضافة إلى 420 حاجا. إذا فوج سادس هو الأخير، تكتمل معه أعداد أفواج الحجاج الموريتانيين هذه السنة إلى موسم الحج للعام الهجري 1444. إذا يأتي بعد 5 أفواج سابقة ضمت كذلك في كل فوج 420 حاجا، ليصل المجموع إلى 3500 حاج هو عدد حجاج موريتانيا هذه السنة. بطبيعة الحال البعض جاء عن طريق الأفواج الرسمية، وكذلك البعض اختار المجيء إلى الأراضي السعودية لأداء مناسك الحج عبر الرحلات الدولية. إذا ما تحدثنا عن الظروف العامة للحجاج الموريتانيين، إلى حد اللحظة لله الحمد لم تسجل أي حالات مرضية تذكر بين أعضاء البعثة أو الحج الموريتانيين. نتحدث قليلا عن ظروف الإقامة التي وصفت هذه السنة بأنها جيدة إلى حد كبير، حيث تم تخصيص فنادق قريبة من الحرم المدني هنا في المدينة المنورة، وكذلك فنادق قريبة جدا من الحرم المكي لإقامة الحجاج الموريتانيين. هذه الفنادق أيضا تتوفر على كامل وسائل الراحة من إعاش التي كانت تأخذ الوقت الكثير من حجاجنا الميامين خلال السنوات الماضية، وبالتالي هذه السنة ستكون المعيشة داخل هذه الفنادق، فنادق الإقامة. إذن الحجاج كما أسلفنا وصلوا بشكل كامل، وطبيعة الحال مع كل فوج يبدأ في أداء صلاة الأربعين هنا بالمدينة المنورة، على أن تلي بعد ذلك مسألة نقل الحجاج الموريتانيين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج. إذن هذه العملية ستتم أو تبدأ من يوم الاثنين المقبل مع رأس الأسبوع المقبل حسب ما لدينا من معلومات، لنقل الحجاج الموريتاني إلى مكة المكرمة، وعلى أن تتبع تواليا عملية نقل الحجاج الموريتانيين عبر الباصات من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة. إذن هذه هي الأجواء العامة بالنسبة للحجيج الموريتانيين المتواجدين هذه الأيام بالمدينة المنورة لأداء صلاة الأربعين قبل التنقل إلى مكة المكرمة. عماد أحمد بابا، قناة المدينة، من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم السعودية.